بما انه يعني ده سؤال اخير، بما انه جزء من يعني المستهدف لحضرتك فكره انه السياحه الداخليه تبقى حاضره يعني وما تبقاش حتى موسميه، ازاي نقدر نغير الثقافه بتاع اطراف اللعبه دي؟ السائح الداخلي وكمان القائمين على الخدمه السياحيه، لانه انا بلاحظ احيانا انه ممكن القائم على الخدمه السياحيه بيتعامل مع الخواجه بطريقه وبيتعامل مع المصري بطريقه، وللحق المصري اللي بيدفع اكتر ده عنده مشكله لانه ما عندوش ثقافه الاوبن بوفيه، فممكن يلخبط الدنيا ويترمي الاكل. عنده مشاكل في التعامل مع السويمنج بول، بيتعامل معاه ازاي، مطلوب ينزل ولا ما ينزلش، ينزل بنوع ملابس شكله ايه، الريستريكشنز او يعني كل التعليمات دي مسؤوليه اللي بيجيبوا الافواج. والناس بتعمل الاكوموديشن وهي بتعمل استماره انها يعني بتاخد غرفه في مكان او كده، يا اما يكون في تعليمات مطبوعه، لا وكمان محتاجين تدريب. ما احنا لو عودناهم ينزلوا زي زمان كده الرحلات ونشرح لهم. وحضرتك كده جاوبتي. لا انا ما جاوبتش، انا نفسي تشتغلوا على ده. حضرتك جاوبتي. انا اقول لحضرتك يعني الفوج السياحه اما بيجي بيخش قاعه، بيقعد، بيجي التور اوبريتورز بتوعه او الناس اللي جايبينه يخشوا بيشرحوا له، بيدوا له التعليمات وبيدوا له الخطه الزمنيه اللي هيمشي عليها، يوم كذا هتطلع كذا، كذا يطلع، وقت البوفيه هيبقى من الى، بيشرحوا له. دي ثقافه يمكن موجوده في اوروبا، ان اي حد بيخش بيخش اي مكان بيقعد، بيخش قاعه بيتشرح له. دلوقتي المؤتمرات لو انت مدعو في مؤتمر بيقول لك اللندري مش عليا، لو وديت هدومك في الاوتيل ده على حسابك، على حسابك، الاتصالات الدوليه على حسابك. طبعا مظبوط. الكلام ده يعني احنا بصدد ان احنا فعلا ننشره، وفعلا الثقافه دي لازم نعلمها لاولادنا ونعلمها للافواج بقى المصريه اللي جايه، ان احنا فعلا نقعد معاهم ونقول من الطرفين. بالطرفين مظبوط. صاحب الفندق او صاحب القريه السياحيه يجب الا يغالي. ما انا بننزل ونزلنا الفتره اللي فاتت بالاسعار جامد جدا عشان اهالينا المصريين، لان فعلا زي ما حضرتك قلتي فعلا المصري بيدفع اكتر. فانا دي فعلا في بعض المنتجعات انا بلاحظ المصري بيدفع اكتر، ويمكن كان في فكر سائد ان يعني بيدفعوا اكتر بس بيكلفونا اكتر. بيكلفوا اكتر. انت حضرتك قلتيها، انا مش عايز اقولها يعني. لا انا اقولها يعني وانا بتمنى اكل بيترمي اكتر، ما اعرفش ايه يعني تكسير مثلا. علشان كده لازم ما يبقاش، ما فيش حاجه اسمها الرحله بالثلاث وجبات، مفيش حد بياكل 3 وجبات في العالم دلوقتي، في حاجه اسمها وجبتين وتبقى المساله واضحه يعني. بس الموضوع ربما يحتاج انه جزء من اهتمام الاعلام المصري انه يبدا يعمل حاجات صغيره، توعيه. طبعا ما احنا محتاجين توعيه ومحتاجين يعني طبعا الشعوب بتتعامل كده احنا اولى، ولادنا اولى، ومصر